السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة بقى نعمل بصوا فراخ او وراك. انا عاملاها بالوراك. هنعمل صينية بطاطس بالوراك او الفراخ زي ما تحبي. وهنعمل شوية رز مفلفل جميل جدا. بصوا بيلمع لمعان. حاجة كده واخدة اللون بتاعها جميل، والبطاطس بتاعتها اهي من تحت اهي لسه طالعة من الفرن دلوقتي حالا. حاجه كده جميله جدا. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس قبل ما تخشوا على المقادير المكونات. معلش يا حبايبي، ونصلي على النبي كتير ونذكر الله ونستغفر ربنا كتير. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. استغفر الله العظيم يا رب. نذكر الله كتير ونستغفر ربنا كتير. يا عالم بكره مستخبي لنا ايه؟ متنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس. يلا نخش على المقادير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهاردة بقى نعمل معاكم صينية بطاطس بالفراخ او الوراك. انا جايبة صراحة وراك 3 وراك، قلت اعمل بيهم ايه صينية بطاطس. حرك كل يوم بتاعة الاكل اعمل اكل ايه قلت اعمل بقى ايه بتاع ده صينية فراخ. صينية بطاطس بالفراخ. معانا الفراخ غسلينها حلو ونضيفه جدا ومنضفينها جدا وحاطين لها شويه الخل ودوت وشطفناها وكل حاجه. ومعانا القوطه ومعانا البطاطس وبصلتين نص، يعني ايه 3 بطاطسيات كبار كده قطعتهم وقطعتهم حلقات كده ايه. وكيلو الا ربع طماطم او نص كيلو طماطم ماشي. والتوابل بتاعتنا هوريكم. هنقطع البصل وهنرجع لكم. بصوا يا جماعه، قطعنا البصلايه اهي وجبنا بقى التوابل بتاعتنا 7 بهارات وقالب ماجي وفلفل اسود وملح. هنحطهم كلهم في بعض وهندعك فيهم جامد ونفركهم كده جامد كده. هنتبل البصلايه. هنخليها ايه متبله خالص كده. هناخد بردك من التتبيله دي وهنعمل بيها الوراك كده جامد. حرق قوي. بعد ما دعكناها خالص كده وخلينا البصلايه تبلت، وهنحط بقى الطماطم اهي. هنقلب بقى حلو. حطينا بقى كل القوطه اهو. هنلف بقى كده لفه اهو. لو عاوزاها سبايسي اقطع قرن فلفل حامي عليها عشان تبقى ايه حلوه. بصوا بقى الفراخ اهي احنا متبلينها بالفلفل الاسود والملح. وهنحط بقى الفراخ كده اهو في قلب صينيه الفراخ اهو. الوراك حاجه كده طعمها وريحتها جنين اهو. شويه كده برضه هنعمل الصلصه عليها. هنولع بقى عليها النار. حطيناها بقى على النار. هنغطيها عشان ايه تغلي مع بعضيها وتستوي الفراخ معاها. بصوا بقى يا جماعه بتغلي ازاي كلها ببعضيها. انا قلبتها الوش التاني عشان تستوي، وبعد كده ايه شويه نقلبها وبعد كده نحطها في الشوايه. حاجه كده في الخير وريحتها تجنن. هي ما بحطش توابل اكتر من كده. هي ال7 بهارات دي فيها كل حاجه. بس ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس. وشويه كده هنعمل برضك شويه الرز المفلفل. بصوا بقى يا جماعه كده هي دخلت على سوا. انا قلبتها الناحيه التانيه عشان برضك تتشمع برضك. دخلت كده على سوا شويه كده هندخلها الشوايه. وحطينا بقى هنعمل بقى شويه الرز. حطيناها في الشوايه خلاص. هنعمل بقى شويه الرز. هنحط الزيت. انا بعملها بالزيت على طول عشان يطلع مفلفل. وهنحط الشعريه. هنشوحه ونخليه يحمر وننزل عليه بقى يعني زي ما انتوا عارفين برضه ايه رز بشعريه. كده بقى الرز قرب يحمر اهو. انا فاتحه الحنفيه غسلت الرز عشان نولى الميه لسقي الرز. انا غسله الرز اهو معاكم. كده بقى ايه فضينا الرز وحطينا بقى الملح
وهنقلبه تشويحه كده اهوت وننشفه خالص من الميه، وبعد كده نحط له الملح كده يا جماعه. احنا شوحناه، هنحط بقى الميه. معلش ان انا قلت الملح تاني، بس هو الميه. هنحط الميه اهو، ونقلب ونشوف الحقيقه بتاعه مظبوط ولا لا، ونغطي عليه خالص. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما خدت بقى الوش بتاعها جميل جدا، حاجه كده تحفه، وريحتها جميله جدا صراحه. جربوها وهتدعوا لي. بس بقى قبل ما تجربوها اعملوها، يعني جربوها ودوقوها وقولوا لي رايكم. ماشي؟ ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لي لايك وشير وتفعلوا لي جرس، ونصلي على النبي كتير. بصوا بقى العقد بتاعنا مظبوط واستوى جدا. بصوا اهو مفلفل جميل جدا. هنقدم، هنغرف واوريكم بقى شكله النهائي. بصوا بقى كده خلصنا بقى حاجتنا واكلنا الجميل. بصوا الفراخ واخده لون جميل جدا. بصوا واخده لون، بصوا شكله جنان. والبطاطس من تحتها اهي، بصوا البطاطس اهي من تحتها. والرز بتاعنا استوى وكله تمام. يلا بقى، طولت عليكم الفيديو، بس ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه، اشوفكم بخير.